ازيكم؟ ايه الاخبار؟ طبعا زي ما وعدتكم يعني بفيديو اخير بعد ما الفيلا ما تخلص مع رجل الاعمال الاستاذ مينا جميل صاحب شركة الراعي. طبعا احنا يشرفنا طبعا ان احنا نتكلم معاه وناخد رايه في شغلنا. تمام. ومعانا الباشمهندس مينا. ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا معلم باسم، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا فندم تمام. ربنا يخليك يا معلم ايه اخبار باسم. حضرتك؟ تمام الحمد لله حبيبي. الدنيا عامله ايه زي الفل. الله تسلم يخليك. ايديكم. الله يخليك. مبسوط الشغل بعد اه الفينش طبعا. النهائي اه طبعا زي الفل، الشغل زي الفل، وانتوا ناس محترمه جدا. في مواعيدكم وفي تسليماتكم، وكفايه ادابكم بس. انت فاهمني. الله يخليك. والشغل طالع 10/10 يعني. الله يخليك يا باشمهندس، وشكرا على الكلام الجميل دوت وتعيش وتعمر واحنا مبسوطين يعني ان احنا اشتغلنا عند حضرتك. ده انا المبسوط بيك والله. بجد. ربنا يخليك، انا مبسوط بيك. الله يخليك يا هندسة. حضرتك محتاج تقول اي حاجة؟ محتاج حاجة؟ لا طبعا، انا محتاج ان انا طبعا يعني اشكر في شغلكم جدا، عشان الناس اللي طبعا لازم تجربكم. المواعيد مية مية، الشغل زي الفل تمام. واهم حاجة المواعيد، يعني كان في مقاول بدون ذكر اسماء اثر شوية غصب عنه. فالمعلم باسم يعني سد مكانه بصراحة، ما اثرش، حتى جبته من اجازة العيد وخلص الشغل بتاعه وبتاع المقاول اللي اثر يعني. فبنشكره، وبنشكر طبعا المهندس خالد العطار. هو المهندس المنفذ بالشركة المنفذة. شغل طالع نفس الديزاين اللي احنا رسمناه بالظبط، واحسن كمان شويه. فطبعا ونشكر كل المقاولين اللي اشتغلوا في الفيلا، كلهم ناس محترمه جدا وسلمونا في مواعيدنا. تمام. بس على راسهم يعني المعلم باسم، لان كان اول واحد دخل واخر واحد خرج. الله يخليك يا هندسة. فطبعا ما سبناش من اول ما كنا على الطوب الاحمر لحد ما فرشنا. فمتشكرين يا معلم باسم، انت راجل محترم وشغلك محترم ومواعيدك محترمه واسعارك كويسه جدا. وبنصح كل الناس لو عايزه تركب بورسلين ورخام، معلم باسم. وكوارتز معلم باسم. الله يخليك. شكرا يا معلم باسم. عقبال كده الفيلا التانية ان شاء الله الله. يخليك يا باشمهندس. وفي مشاريع تانية ان شاء الله، انت اول مقاولين في المشاريع التانية ان شاء الله. الله يخليك يا باشمهندس، احنا اللي سعداء ان احنا اشتغلنا مع حضرتك بجد. الله يخليك. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا.